بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المشاهدين، معنا شاعر غنائي غنى كلماته بنفسه من واحد سيوة وعمل شغل على نفسه وله 18 كليب، وهيعرفنا بحفله. معاك المطرب إدريس حبون من واحد سيوة مرسى مطروح، مطرب في مسرح البالون ونقيب الموسيقيين على محافظة مرسى مطروح. نقيب الموسيقيين على محافظة مرسى مطروح. حاجة جميلة إن أنت فعلا ماسك مرسى مدينة مطروح جميلة زي من مرسى الساحل لحد مطروح، مرسى مطروح، ولها طقوس وفنون خاصة بيها. جاتك الهواية ازاي اشتغلت وازاي بقيت في مسرح البالون اللي هو حاجة جميلة في القاهرة؟ أنا بالنسبة لي الفن واخده وراثة. والدي كان من كبار شعراء الصحراء الغربية. والدي غنى للرئيس أنور السادات، غنى للرئيس حسني مبارك. كان بيغني بيألف ارتجالي، الغنى الارتجالي يقف قدام الشخص ويمدح. بنشوف شعراء فعلا بيقولوا يعني بتبقى له اسمه بقى من يعني والدي من ايام الاسطوانات المكب، ايام زمان الاسطوانات المكب. ما كانش في استوديوهات في القاهره، كان حتى شغله كان بيتاخد بيطبع على مسطر، بيروح عن طريق المراكب لليونان، بيطبع في اليونان وبعد كده بيرجع بيتوزع داخل مصر. يعني من اسره فنيه. الحمد لله. وقالوا محمد طه، يعني لما سمع عنه الفنان محمد طه قالوا سيوه، حب ياخده، لكن والدي متمسك بالأصالة وبيته ما رضاش يطلع. فالاخر حتى انا بالنسبه لي لما اتاحت الفرصه لي، كان يوسف شاهين بيصور فيلم اسكندريه كمان، وكمان كان مديني بعض المشاهد واخد بعض الكلمات من اغانينا في سيوة. لما سمعني قال لي لا حرام انك انت تبقى مدفون في سيوة، لازم تيجي القاهرة. فمن ضمن اول المشجعين ليا والدي، فشجعني قال لي لا انا فعلا فضلت قاعدين، لكن عشان تنتشر وتتعرف، عشان انت ابنه والاب دايما بيحس عشان تنتشر وتشتهر اكتر لازم تنزل القاهرة، عشان التلفزيون، عشان ساعة ايام الجرايد بقى، الجورنال الجمهورية والاخبار والاهرام ساعتها، فقال لي لازم تنزل القاهرة. فانا نزلت القاهرة بصراحة. كان المخرج حسن الجريتلي من الناس اللي وقفت معايا، شجعني برضه اني انزل القاهرة. هو من وفر لي اول مرة سكن ان اقوم فيه ويعرفني بالناس. ففي ناس كانوا ماسكين في مسرح البالون حضروا لي حفلة، فقالوا لي لا انت فنك مميز. انا بغني بنفس اللبس ده، اللبس البدوي، ستايل بدوي، فبلبس البدله وقميص. فقالوا لي لا احنا عاوزينك في حفلات في الكلورية في مسرح البالون. فلما رحت غنيت في حفلة واحدة في مسرح البالون، فمسكوا فيه ان انا لازم اعمل تعاقد معهم. عملت تعاقد من سنة 99 لحد 2011، شغال بعد ثانوي. بعد كده حبيت نمشي خلاص ان انا اسافر ارجع، قالوا لي لا انا هنوظفك وظيفة هتبقى معانا هنا، وفي نفس الوقت مرشحينك انك انت تمسك نقيب الموسيقيين على محافظة مرسى. النهارده عيد ميلاد المستشار طلبه الجمصي، طبعا كلنا جايين نحضر ونشارك الاحتفال. واحنا عايزين نسمع منك حاجه على المستوى العام، وحاجه برضو ان شاء الله نقول له كل سنه وانت طيب. ان شاء الله باذن الله. بنقول له سعاده المستشار كل سنه وانت طيب. رجعني بذكريات جميله لراس البر. راس البر من اول ما غنيت فيها راس البر. غنيت في مركب فلود النيل مع الحاج علي، بتاعت الحاج علي. كان ايام المرحوم هشام اخوه اللي كان بيدير الباخره. وكنا بنيجوا تكليف تبع المسرح، فهم تعرفوا عليا برضه. لما شافوا فني قال لي لا قصدك بعد ما تخلص المسرح بتاع الثقافه تيجي تغني عندنا في الباخره. كان كل يوم بنقعد بنيجي تكليف شهر في الصيف. الكلام ده من 15 سنه يعني. فانت رجعتني ذكريات جميله يعني النهارده. السنه بنعمل في راس البر يجي 5 6 مرات كل سنه، حوالي كل 3 اشهر مره. ان شاء الله تشرفونا بعد كده ان شاء الله، وتسرونا بوجودكم الراقي وفنك الراقي الطلبه الجميل شرف لينا اللي هنتمتع به النهارده ان شاء الله. حب مصر وحب ميلاد المستشار طلبه وعيد تحرير سيناء طبعا اللي رجعت لنا بعد عناء طويل جدا بعد حرب 6 اكتوبر 73. والقياده السياسيه بل القياده القانونيه وصلت لمحكمه العدل الدوليه لما الله
المستشارين المصريين قعدوا 5 سنين بالكامل يقاضوا في محكمه العدل الدوليه لما حكمت لنا النقابه بتاعتنا لان اسرائيل ما كانتش عايزه تسلمنا في 25 ابريل سنه 1909. نورتونا وان شاء الله يكون عايزين نسمع وشكرا للاعلاميه البارعه الاستاذه قامة سمير. كبيرة واحنا فخورين فعلا ان وطبعا احنا منورانا، كانت منورانا قبل كده بالاسبوعين في الاوبرا، واداره اللقاء في حنكه وباعلام جيد جدا. شكرا لكم ان شاء الله لكم جميعا. شكرا جزيلا. نسمع حاجة من حضرتك بقى. بمناسبة إني قال طبعا تحارير عيد سينا، كان والدي مغني أغنية جميلة وكانت تتذاع دايما في إذاعة مرسى مطروح. بمناسبة تحرير سينا بتقول مبروك علينا يا شعب، مبروك علينا فجر النصر وهل علينا يا شعب. طبعا كلماتها أنا هقولها لك حتى مذهب باللحن. مبروك علينا يا شعب، مبروك علينا يا شعب، مبروك علينا فجر النصر وهل علينا يا شعب. صابرين صبرنا على اليوم 6 سنين، فكرونا مش قادرين، عبرنا وما ردينا يا شعب. مبروك علينا يا شعب، مبروك علينا يا شعب، مبروك علينا فجر النصر وهل علينا يا شعب. فين ديان عدو الله وعدو الإسلام، شايت باكا الأمريكان قالوا له مصر مش في إيدينا يا شعب. مبروك علينا يا شعب، مبروك علينا يا شعب، مبروك علينا فجر النصر وهل علينا يا شعب. ما شاء الله. الله يخليك. اللهم صل على النبي. واحنا فعلا فخورين ان احنا في لقاء النهارده مرسى مطروح، حتى من مصرنا الجميله، مصرنا الغاليه، انك فعلا تشتغل في البالون وتبقى مسرح من مسارح الدوله، وانك تقود الاغنيه العربيه كفريق، حاجه جميله. لما انت نجحت ووالدك شاف نجاحك وطلبت لك طبعا اسعد جدا ومبسوط بقى، يعني حتى في الفتره الاخيره لما يجي له اي شغل انا بقى في القاهره اقول لهم لا ابعته لادريس يجي الاول، يعني بيحب دايما بيقدمني في المقدمه اني نحمل الرايه بعد مني. الحمد لله. كنت انت بتحس ان والدك فعلا بيقدمك اهله رغم ان هو سبقك طبعا لا سبقك في كتير. الفن، وانت غنيت بغني دلوقتي بابا حاجه وراه. لباباك، بقى احساسك مميز لان حسيت ان والدك بيقل دايما من مقامك وبيخلي لك درجه. بالظبط. تقول ايه لكل اب عايز يدفع ابنه للامان؟ يعني احنا في وقت فعلا محتاجين ان كل اب يلوم بالابناء وبالود وبالمحبه، كل اللي يقدر يمد ايده ان يساند فعلا يمد ايده للابناء اللي في العصر، لان بقينا في عصر يمكن اصعب من العصر اللي كنا فيه زي قبل كده. او الايام اتغيرت، الايام اتغيرت بس الموهبه بتفرض نفسها في اي طبعاً، مكان، طبعاً. في مصر، في العالم كله، أي حتى مكان. في اي مكان هي اللي بتفرض نفسها، لان الانسان لما بيبقى موهوب بيثبت ان في موهبته هي اللي بتسوق المكان، مش هو اللي ايه النهارده ونفسك في ايه. والنهارده مصر كلها بتحتفل النهارده شهر ابريل كله كل احتفالات. الناس كل سنه وانتم طيبين، يا رب دايما مصر تكون في خير وسلام وفي امان، وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. شعب وشرطه وجيش وبقياده رئيسنا السيسي، فربنا يجعله دايما منصور ودايما رافع راسنا العالي على مستوى الجمهوريه. فكرة النيل بيحتفل بينا انك احنا الموجة عالية دلوقتي فعلا. والشكل جميل وفوق الرائع. ده من راس البر، راس البر. تقول ايه النهارده واحنا في محافظة دمياط، ومحافظة دمياط من المحافظات الواعدة واللي لها مستقبل. يعني نقول مثلا احنا في راس البر نقول يا اهل راس البر يا غاليين، ناسها كرمة بالطيب والحنين، احنا جينا لهم من مطروح نغني لناسنا الحلوين. كل سنة وانت طيب. وانت طيب. دي حلقة جميلة مع إنسان سبق جدارته وسهبت موهبته ووصل لمسرح البنون وكأنه نقيب الصحفيين لمرسى مطروح. الموسيقيين. الموسيقيين نقول لك كل سنة وانت طيبة أستاذة. ودايما مصر فخر اليوم الدين. يا رب دايما موفقة يا رب إن شاء الله. وانت ما تشرفينا في مطروح برضه بقى إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. تسلم.